بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. حكايتنا النهاردة مع القديسة الجميلة حبيبة قلبنا القديسة أمنا إيريني، حبيبة كمان ربنا يسوع، والقديس الشهيد أبو سفين ماركوريوس أبو سفين. اتولدت الطفلة فوزية ياسا خلة يوم 9 فبراير 1936 من أبوين تقيين بيحبوا ربنا وبيصلوا طول الوقت من كل قلبهم. وفي يوم الأم شعرت بآلام الوضع، وعشان وقتها جه للولادة وقعدت تصلي من كل قلبها إن ربنا يقومها بالسلامة، لكن تعثرت كتير في الولادة دي ومرضتش تروح المستشفى، لكن كانت بتتضرع بكل قلبها لربنا. وتوجه الأب لكنيسة القديس مارجرجس يطلب منه الشفاعة لأجلها والولادة بسلام، وهي من مكانها كان بتشفع بالست العذراء كتير وتطلب منها انها تساعدها في الولادة. وفجأة ظهر نور عجيب كبير في الأوضة، وظهرت أمنا العذراء ومعاها القديس مارجرجس، وقرب منها القديس مارجرجس وخبط على ظهرها 3 خبطات، وولدت طفلة فوزية اللي هي أمنا إريني، وخدتها على ايديها القديسة العذراء مريم وسلمتها للأم وقالت لها على فكرة دي مش بتاعتكم، دي بتاعتنا، وبس انتوا احسنوا تربيتها لأنها هتكون معانا، والمجد لله دائما أبديا آمين. وخدت أمنا العذراء الطفلة فوزية على ايديها ورشمتها بعلامة الصليب وادتها للأم. وفي المعمودية كان لغاية لما وصلت للمعمودية الأم والأب كانوا قلقانين جدا من كلام الست العذراء ليهم، وفاكرين إن هيحصل لها حاجة مثلا زي ما تكون هتموت قريب، وعشان كده عمدوها على طول على يد الأنبا بطرس أسقف أخمين. وكانت الأسرة بتلاحظ إن العناية اللي هي دايما بتحوط بالطفلة فوزية في كل الأمور. وفي يوم الطفلة دي مع أبوها وأمها كانت عند جدهم، وكان عندها سطح فكانوا بيلعبوا مع الأطفال، وهي كانت دايما خايفة عليها جدا ومش مش عايزة تسيبها أبدا، إن خايفة من إن حد يوقعها يضربها. لكن أمام إصرار الطفلة دي نزلت تلعب معاهم، لكن للأسف العقرب قرصها فالطفلة أغمى عليها في الحال. فتشفعوا بالأنبا شنودة إن بيرصد العقارب دي، وجه فعلا ونفخ فيها وبقت إنسانة تاني كويسة مفيهاش حاجة، وقال لها نفس العبارة إن دي بتاعتنا مش بتاعتكم. ومن الوقت ده اتعودت الأسرة تزور دير الأنبا شنودة وتقدم له حاجات وخيرات من عندهم عشان تمجيده دايما ليهم، والمعجزة اللي عملها مع بنتهم وكانت كويسة في الحال. وأصبحت الأسرة عبارة عن 5 بنات وأخين. وتعلمت الطفلة فوزية الصلوات والمطانيات من أمها القديسة دي. اتعرضت الأم لآلام جامدة أوي في المعدة، وكانت الطفلة الأم إيريني بتصلي لها دايما وتقول لها إن الست العذراء هتشفيها. فظهرت الست العذراء ليها وقالت لها انت مالك زعلانة ليه؟ فقالت لها ان معدتها تعبانة وخايفة ان يجرالها حاجة واطفالها لسه صغيرين، دي ربنا يعني بتطلب منها ان ربنا يمد في عمرها شوية عشان هما لسه صغيرين. فردت عليها الست العذراء وقالت لها تعالي معايا هوديك الدكتور حلو جدا ومتخصص جدا، وخدتها معاها وودتها في وسط جناين وحقول كتير. وفجأة قالت الست العذراء تعالى يا جورج اكشف عليها. فقال لها ماري جرجس انت عارفة ان القضية دي منتهية. فالعذراء قالت له هي طلبتني وتشفعت بيا، وانا طلبت من ابني الحبيب وقال ان القضية اتأجلت شوية عشان اطفالها لسه صغيرين. وبعدين قالت الست العذراء لماري جرجس اضغط على معدتها، قال لها ما ينفعش لازم انت الاول. وفعلا مدت الست العذراء ايديها مع القديس ماري جرجس وضغطوا ضغطة جامدة قوي، فطلعت حتة لحمة ريحتها كريهة جدا ولونها اسود من فم الام، وقالت لها كده المرض كله طلع، وقعدتها تاني لأوضتها بسلام. ولما صحت الأم من النوم حكت لهم المعجزة اللي حصلت معاها، وقاموا هي وأطفالها وزوجها يعملوا تمجيد لأمنا العذراء مريم والقديس ماري جرجس. وكانت أسرتها مداومة دايما على أعمال الخير والرحمة مع كل الناس. وكانت الأم بتخدم في دير الأطفال والملاجئ، وتعلم بنتها إنها تعمل معاها نفس الحوار.
وكانت بتشجع أولادها دايما على التناول وحضور القداسات من الأسرار المقدسة والصلاة كل يوم أمام ربنا يسوع. وكانت الأسرة مداومة دايما على صوم الست العذراء في كل الأوقات، ودايما بيصوموه بمية وملح حتى المسا. وكانوا بعد حضور القداسات يقوموا بتنظيف الكنيسة لغاية لما العذراء مريم ظهرت لهم وشكرتهم على خدمتهم العالية دي. ابتدت الطفلة فوزية تكبر وتشتاق لحياة الرهبنة، وفعلا كانت نفسها تترهبن. ولما أبوها وأمها شافوا كده عرضوا عليها يعملوا لها قلاية فوق السطح. وكانت لأمنا قريني خالة اسمها مفيدة، وكانت برضو تشتاق لحياة الرهبنة، لكن أهلها رفضوا وصمموا على الجواز. فهي كانت بتعيط بشدة أمام صورة الست العذراء وقالت لها إن ما كانوش يوافقوا على دخولك الدير أنا هاخدك عروسة لابني ربنا يسوع. فلما قصت لهم الحكاية أهلها ما صدقوش، وفعلا صمموا على الجواز. وفي يوم وهما بيحضروا الحاجة وبتاع شعر بصداع شديد فتوفت في الحال. ولما عرفت أمنا إيريني اللي حصل لخالتها عيطت بحرقة جدا عليها لأنها كانت بتحبها. وفجأة ضوى نور كبير في الأوضة وشافت خالتها مع مجموعة عذارى حلوين كتير، وشافت خالتها معاهم وقالت لها ما تبكيش، أنا سعيدة جدا في الفردوس، وإنها سعيدة مع رب المجد ربنا يسوع، وإن مكانها جميل جدا في السماء، وإن الرب سمح ليها بالرؤية دي عشان تطمن عليها وتعرف إن هي سعيدة جدا معاه. وقالت لها كمان خالتها إنها هتكون رئيسة الدير لما تكبر ويكون ليها بنات كتير في الخدمة. وبعدين لما قامت من الرؤية قالت لأسرتها الرؤية ديت فتعجبوا جدا منها. وهي كانت دايما دائمة الصلاة إن ربنا يرشدها في الطريق اللي ربنا اختاره. وفجأة ظهر قدامها شاب جميل الطلعة كده ومنور، وقال لها تعالي معايا على ديري. فالقديسة الجميلة دي قالت له هو حضرتك مين؟ قال لها أنا القديس أبو سفين. وكانت طماف إيريني كانت أول مرة تسمع عن الشهيد القديس أبو سفين. ولما قامت راحت للكاهن وحكت له على اللي حصل ووراها السنكسار اللي مبين ان في قديس اسمه فين. وفي تاني يوم وهي بتصلي ظهر لها قديس تاني بملابسه الرسمية وقالها ان انا هوريك الدير وهتشوفي الرهبات هناك، لكن لما حد يسألك انت مين ما ترديش عليهم لكن ابتسمي بس. رشمت القديسة الصليب على نفسها ورشم القديس الصليب على نفسه وقال لها يلا تعالي معايا ما تخافيش. وفجأة لقت نفسها على الحصان وطايرة. وفجأة وصلوا الدير وكانوا في الدور التاني وقال لها شايفة الدير بتاعي شكله ايه؟ قالت له بس انا هاجي ازاي؟ قال لها ربنا هيدبر لك الحال. وبعد ما شافت الدير القديس ابو سفين خلاها ترجع تاني بيتهم في جلجة بسرعة. وكانت بترسل خطابات كتيرة أمنا كرية للأسرة إن القديسة طماف إيريني تروح وهي هتستناها في المحطة عشان تزور مصر. وكانت الأسرة بتصلي 15 يوم مع مطانيات عشان ربنا يدبر الأمر بدل ما يحصل مشاكل. وفي يوم حلمت الأم بالست العذراء قاعدة على كرسي مرصع والملايكة بتزفها، وقالت لها انت ناسية الكلام اللي قلتهولك ساعة ولادة الطفلة دي؟ وقالت لها انت هتخليها تترهبن ولا خدها حالا؟ فخافت الأم وقالت لها حاضر يا أمي يا عذراء أنا هخليها تترهبن وكمان هقنع الأسرة بكده. وفعلا أقنعوا الأب والأم إن هي تدخل الدير في الصوم الأربعيني سنة 1954، وكانت دائمة الصوم والصلاة وحياة العفة مع ربنا. وابتدت تدخل القلاية وتاخد حروب من عدو الخير، لكن أمنا كانت دايما تشجعها وكانت دايما بتخاف لأن بيظهر على هيئة تعابين وأفعال وحشة جدا، وكانت دايما مرعوبة. لكن القديسة الراهبة كانت دايما تقول لها الشمس علامة الصليب وهو زي القش هيجري على طول. وفي يوم 26 أكتوبر اختارتها الأم لتكون رهبة، وكانت في رهبة متنيحة قريب باسم إيريني فسمتها الأم إيريني. وكان الملاك الحارس بتاعها بيقومها كل يوم للتسبيحة. وفي يوم لأنها ما كانت لسه جديدة كان في بعض الأمور لسه غريبة عليها، فرئيسة الدير قالت لها لا انت متنفعيش روحي تاني، لأنها فوجئت بيها ان بتعيط وتديها مهلة يوم تصلي. وصلت ظهر لها ابو سفين وقال لها انا هكلم رئيس الدير، وفعلا وافقت على وجودها تاني. قالت لها ده انت واسطتك جامدة هو القديس ابو سفين.
وبعد وجود القديسة أمنا إريني في الدير 3 سنين أمها توفت، وأمنا رئيسة الدير قالت لها اركبي القطر وروحي تعزلي مع الأسرة. ولأن القطر كان مزدحم جدا والأمهات خايفة هي وأمنا إريني من الركوب وإنه ممكن يقعوا تحت القطر، فوجئوا بضابط كبير ماسك بإيديهم ويقول لهم ما تخافوش أنا معاكم، لكن هما اتكسفوا منه وقال لهم متشكرين، لكن هو صمم وكان قال لهم ما تخافوش ربنا معاكم يا أمهات. وفي يوم حلمت القديسة طماف إيريني بالقديس أبو سفين بيديها مفاتيح الدير ويقول لها أنا مش عايز حد يمسك الدير غيرك وهتبقي رئيسة على الدير بتاعي. وفعلا تنيحت القديسة رئيسة الدير، وطلب منها البابا كرولوس انه يخليها تبقى رئيسة الدير، لكنها رفضت وعيطت، لكن هو عمل الصلاة ولبسها الاسكيم ولبس الرهبنة، وفعلا بقت رئيسة الدير القديسة أمنا إيريني، وقعدت تنظم الدير من أول وجديد، وكانت رهبات كل واحدة بتاكل لوحدها وتعمل أكلها لوحدها، لكن هي ساعدت ان تبقى المائدة واحدة وكلهم ياكلوا مع بعض ويصلوا مطنيات 3 ايام في الاسبوع مع بعض. وفي يوم وهي بتصلي التسبيحة طلبت من ربنا ان يظهر لها الاب بخوميوس ويعلمها نظام الشركة في الدير عشان تعلم اخواتها رهبات. فظهر لها القديس الانبا بخوميوس وقال لها ان كلكم تبقوا على مائدة واحدة وتلبسوا زي واحد وتتعاملوا معاملة واحدة ومفيش اي معاملة فارقة ما بين حد والتاني، وعندك في الدير قوانين الشركة ممكن تمشي عليها وهو موجود عندك في الدير. فرحت القديسة أمنا إيريني بالرؤية الجميلة دي وطبقتها على اخواتها الرهبات، وفعلا بدأوا يكونوا مجموعة واحدة وبيخافوا على بعض ودايما يصلوا مع بعض التسبيحة والمطانيات مع بعض. وفي يوم من الأيام طلبت القديسة أمنا إيريني من أمنا العذراء مريم إن ترشدها في الطريق، فظهرت بنور قوي في الأوضة وقالت لها يا إيريني انت ناجحة ناجحة. وكانت أمنا إيريني بتشتهي الاستشهاد من أجل ربنا، وفعلا ده أمراض كتيرة للاستشهاد، وأجرت 27 عملية جراحية، وكان عندها قرحة في المعدة واستئصالة الرحم، وكانت هتجري لها عملية بتر في القدم لولا تدخل الست العذراء والقديس أبو سفين معاها. وكمان أصيبت بجلطة في القلب وسافرت لأمريكا تتعالج، وكانت دايما بتتعالج من القلب وتسافر ويحطلها قسطرة للقلب، وكانوا بينعشوه كتير قوي بالصدمات الكهرباء، وكان فين وفين لما بتستجيب للعلاج. وكمان دخلت في مرض السكر لمدة 30 سنة وكانت بتتعالج بالأنسولين 2 يوميا. وفي المرة الأخيرة دخلت مركز الحياة، وتنيحت القديسة أمنا إيريني سلام الرب عليها في 31 أكتوبر 2006. بركة صلواتها وبركات صلوات القديس أبو سفين تكون معانا أمين. وبركة صلوات أمنا إيريني ما تنسوش تشتركوا معايا في قناة نور القديسين يفرح ربنا دايما يفرح قلبكم بكل غالي. وأمنا إيريني الغالية علينا شفاعتها تكون معانا، وللصدفة هي عيدها خلاص، وكل سنة وانتم طيبين أمين. ونسيت اقول لكم ان جسدها الطاهر موجود في مزار القديس ابو سفين في ديرها، ويا ريت كلكم تروحوا تزوروا امنا إيريني وبركة صلواتها تكون معاكم امين.